أهلا بيكم. النهاردة الفيديو ده لكل قلب أبيض، لكل حد بيتحرج يقول لأ، لكل واحد بيعمل ألف حساب لمشاعر الناس وفي الآخر بيلاقي نفسه هو اللي مجروح. كتير بنسمع إن الطيبة رزق، بس الحقيقة إن في نوع من الطيبة اسمه الطيبة المؤذية. دي الطيبة اللي بتخلي الناس تطمع فيك وتستغلك وتفتكر إنك لقمة سهلة زي ما بيقولوا المصريين. النهاردة هنفهم ليه طيبتك بقت عبء عليك وإزاي تتحول لشخص طيب شرس، إنسان قلبه رحيم بس عنده مخالب بتحميه وقت اللزوم. ركزوا معايا لأن الفيديو ده هيرجع لكم هيبتكم. أول حاجة، يعني إيه طيبة مؤذية؟ الطيبة المؤذية مش إنك تكون كريم، دي ضعف متنكر في شكل طيبة. هي إنك تيجي على نفسك علشان خاطر حد مش مقدرك، أو تسكت عن حقك عشان الخناق عيب. الفرق بين الإنسان الطيب والإنسان الضعيف هو الاختيار. الطيب بيختار يسامح وهو قادر ياخد حقه، لكن الضعيف بيسامح لأنه مش قادر يعمل حاجة. إحنا النهاردة جايين نتعلم نكون أقوياء عشان لما نسامح يبقى كرم مش ضعف. طيب ليه طيبتك بتخليك تجذب المستغلين؟ المستغلين عندهم رادار بيصطادوا بيه الشخص الطيب. هما بيشوفوا فيك الشخص اللي مش هيعمل مشكلة، الشخص اللي دايما بيعتذر حتى لو مش عمل حاجة. المستغل بيبدأ يختبر حدودك بحاجات صغيرة، ولو لقاك ساكت ومبتعرفش تقول لأ يبدأ يسيطر على حياتك بالتدريج لحد ما يحسسك إن وجودك في حياته هو لخدمته وبس. نيجي بقى نتكلم عن نقطة فخ إرضاء الجميع. لو كنت بتسعى إن كل الناس تحبك فأنت كده في أكبر فخ، لأن مفيش إنسان على الأرض الكل بيحبه. سعيك لإرضاء الكل بيخليك تفقد شخصيتك، بتلاقي نفسك بتوافق على خروجات مش عايزها وتعمل خدمات فوق طاقتك بس علشان محدش يزعل منك، والنتيجة الكل بيراضوا نفسهم على حسابك وانت الوحيد اللي بتنام مقهور. ولو اتكلمنا بقى عن كلمة لأ، هتلاقي نفسك بتخاف تقول كلمة لأ. ليه بنخاف نقول لأ؟ لأننا بنخاف من رفض الناس لينا أو إنهم يشوفونا وحشين. طيب لازم تعرف إن كلمة لأ هي اللي بتبني حدودك. الشخص اللي مش بيعرف يقول لأ ملوش سعر في سوق العلاقات. الناس بتعرف إنك دايما متاح فبيبدأوا يقللوا من قيمة وقتك وجهدك. لأ مش قلة أدب، لأ هي إعلان إن وقتك وكرامتك غاليين. طيب يعني إيه طيب شرس؟ تعالوا بقى نفهم الطيب الشرس يعني إيه. ده مش معناه إنك تبقى شرير أو مؤذي، لأ خالص. الطيب الشرس هو إنسان قمة في الرقي والأدب بس عنده أنياب، يعني لو حد فكر يتجاوز حدوده بيعرف يوقفه مكانه بكل حزم. الطيب الشرس هو اللي بيدي فرصة واتنين بس في التالتة بيعرف ينهي العلاقة تماما. الطيب الشرس هو الشخص اللي بيعرف يحمي منطقته الخاصة وما بيسمحش لحد يدخلها بغير إذن. طيب إزاي تحط حدود فولاذية بشياكة؟ الحدود هي كتالوج للتعامل. لما حد يطلب منك حاجة فوق طاقتك رد بابتسامة وقول للأسف مش هقدر المرة دي، مضغوط شوية، من غير ما تبرر ولا تعتذر 100 مرة. الشخص اللي بيحترمك هيقدر، والشخص اللي عايز يستغلك هيزعل، والنوع ده احنا أصلا عايزينه يزعل ويبعد لأنه هو مش مقدرك. نيجي لنقطة الاستغناء وهو قمة القوة. أقوى سلاح في إيد الطيب هو قدرته على الاستغناء. لو اللي قدامك حس إنك خايف تخسره هيذلك بطيبتك، لكن لما يحس إنك مستعد تمشي في اللحظة اللي كرامتك تتهان فيها هنا بيعمل لك ألف حساب. الشراسة هنا شراسة المبدأ، إني مش هبيع نفسي علشان حد، إني مش هاجي على نفسي علشان حد. هنيجي بقى للخطوات العملية. روشتة التعافي. ابدأ بحاجات صغيرة. ما تردش على التليفونات اللي بتضيع وقتك في أوقات راحتك. ما تعتذرش على حاجة انت مغلطتش فيها أصلا. لما حد يطلب خدمة فكر 5 ثواني قبل ما تقول حاضر. التدريب ده هو اللي بيحولك من شخص مستباح لشخص مهاب. في النهاية الطيبة جمال بس لازم يكون لها درع يحميها. قولولي في التعليقات ايه أكتر موقف طيبتك فيه ضيعت حق، وهل قدرت تقول لأ قبل كده لحد استغلك؟ احكوا لنا تجاربكم عشان نقوي بعض. أنا سيلا وقوتكم في حدودكم. شكرا.